صباح الخير. حلقة كده في اللذيذ، يعني مش كله ضرب 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 يعني. الناس اللي هي غنت أغاني غيرها وهم مطربين ناجحين وكل حاجة. يعني مثلا ما شفتش السيدة العظيمة أم كلثوم غنت لحد خالص. في ناس كتيرة جدا بيغنوا لها، الوطن العربي كله بيغني لها. هل الناس ديت نجحت؟ وايه الاسباب؟ ايه اللغز ده؟ يعني مثلا عبد الحليم حافظ غنى ودارت الايام لام كلثوم، لكن لا، يعني وحش الشاشه. زي ما عبد الحليم حافظ ناس كتيره غنوا له، يعني عبده الشريف ده بتاع المغرب صوته حلو وجميل، وتقريبا هو مكرس حياته للغنى لعبد الحليم حافظ. لكن لو احنا عملنا كونتراست كده، لا، عبد الحليم وحش صوت وتعبير وملامح وش وحنية حاجة كده. بصمة الصوت ديت عاملة كده زي بصمة الروح، زي حاجات كتيرة. آه، زي أنا عبد الحليم حافظ غنى لليلى مراد الحب جميل، وغنى لها تقريبا في جلسة خاصة، ليه خلتني أحبك، لا تلومني ولا عاتبك، فين أهرب من حبك، روح منك لله. لكن ليلى مراد فظيعة فظيعة. ايه اللغز ده بتاع ان مطربة زي السيدة نجاة مثلا، احساس عالي، احساس علوي، حاجة تخش القلب مع الف رسول، لكن لما بتغني ل... لحد تاني، لا. يعني هي غنت لمحمد عبد الوهاب، برغم ان محمد عبد الوهاب يعني هنقول يعني الاحساس بتاعه العالي، الموسيقار مش المطرب. لكن انا وجهة نظري المتواضعة اللي قد كده، في مطرب غنى اغنية لنجاح سلام، كتبها الشاعر الدمنهوري الكبير اسماعيل الحبروك، لحنها عبقري العباقرة محمد الموجي. الأغنية ديت اللي هي تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. طبعا أنا ممكن برضه أخش في الليلة يعني أعجن عادي يعني لكن حسين الجسمي غنى الأغنية دي من الممكن أن تكون في ظروف احنا استقبلناها بشكل في كل الشجن ده، او يمكن الاغاني عن مصر، عن بلدنا، عن حبيبتنا، عن مهما جرالنا فيها ومهما حصل لنا فيها احنا بنحبها. الاغنية ديت هو اقنعني الصراحة، بيغنيها بلطف وبخفة دم وبلذاذة وبحب وحاجة غريبة جدا. يعني الواحد لما يقعد يعمل مقارنة ما بين صاحب الحاجة وصاحب الحاجة، هو اللي بيكسب. يعني مثلا عادل مأمون المطرب العظيم، عنده أغاني جميلة وصوته جميل، وصوته أقرب لمحمد عبد الوهاب. لكن لما بيغني أغاني محمد عبد الوهاب
لا، الاصل بيكسب. حاجة غريبة جدا. السؤال بقى، هل التقليد او الاحساس الاولاني بتاع المطرب اللي غنى الحاجة او المطربة اللي غنت الحاجة هو اللي بيوصل لنا ولا لا؟ معرفش، دي محتاجة اجابة. يعني مثلا مطرب جميل وصوته قوي وصوته في منتهى العذوبة، مدحت صالح، عندما يغني للآخر لا جميل وعبقري. لأن إحساسي أنا بقى كراجل، يعني عندي إحساس شوية بالكلمة، إن مدحت صالح كصوت اتظلم، إنه ما اتكتبلهوش كلام شديد وجامد، مثلا زي اللي اتكتب لعلي الحجار، زي اللي اتكتب لمحمد منير. زي الجيل ده اتخذوا مشاريع رهيبة. يعني ده سيد حجاب كتب له في الأول، وبعدين عبد الرحيم منصور، وبعدين الأبنودي، وبعدين مجدي نجيب، وعلي الحجار نفس الحكاية، عبد الرحيم منصور وسيد حجاب، مشاكل ولحله ده بليغ حمدي وده بليغ حمدي. محمد منير غنى أغاني كتيرة جدا لشادية، وغنى أغاني كتيرة جدا من التراث لنجاة، وغنى أغاني، لكن معلش هو بياخدها بشكل أداء معين، بشكل مزيكا معين. علي الحجار لما غنى داري العيون داريها، رهيب رهيب واحساس عالي، وكنا صغيرين اول ما سمعنا ده، ايه ده. لكن لا، يفضل محمد فوزي ده لغز. انا بسأل عليه، هل لان اللقطة الاولانية مع احساسنا احنا هي بترشق، ولا الموضوع في اجابات تانية؟ انا مش عارف. يعني احنا بنسمع اغاني كتيرة جدا 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 لمطربين كتيرة، وبيغنوا ويقولوا لك المعجزة والمش عارف ايه، لكن لا، صاحب الاغنية الاصلي هو اللي بيتحط فيها الاحساس الكامل. هل في لغز ان اللي بيغني حاجة غيره ما بتبقاش بنفس طعم المطرب الاصلي، ولا لا؟ مش عارف. يعني بسأل السؤال ده، ويعني لو حد عنده إجابة عليه أكون شاكر. وصباح الفل، وأدينا قاعدين بنشخشخ دماغنا مع بعضينا علشان نحس إن الحياة بالغنى تتعاش، وإن الحياة جميلة في السماح والغناء والحب. صباح الفل.